قول يلا. يا جماعة لو سمحتوا اعملوا لنا لايك وسبسكرايب فارق معايا جدا عشان ده مجنون اتجنن خالص، ده جالي لحد هنا. فاعملوا لنا لايك وسبسكرايب ونوتيفيكيشن بيل وشير وكومنتس، اعملوا كل حاجة ابتسم. عشان الجندرية لا اتفضل. راحت للأسف منه حاجاته. راحت منه العدة بتاعته. العلم ما تدخلش في الموضوع ده، الست قلبت راجل. مش هيقدر يغني ويقول لهم شوفوا لا مؤاخذة حاجاتي. تجربة فشل ده فشل هاي. ذريع. ذريع. صبح يا استاذ سمسم. يا ساتر. صبح مش يا عم فندي. انا دخلت عليك وانت بتاخد دش. ما انا مش ما انا حسيتها كده اهوت. مكافحة مخدرات يعني مش يا عم لا خالص، ده احنا بنرحب بسيادتك بس. حبيبي. قول لي بقى، عندك شكلك مصيبة سودا النهاردة هتحكي لنا عليها. اتفضل. الجندرية لا اتفضل يا حبيبي، ايه بقى حكاية الجندرية دي؟ جت منين؟ مين ايوه صاحب الفكرة؟ ايوه، ده مهم جدا السؤال ده. مين بقى ابن الكلب اللي طلع لنا بالطلعة ديت؟ ايوه، في واحد. عندك اجابة؟ عندي إجابة. دكتور جون ماني. يخرب بيت امه، من قبل ما اعرف ولا تحكي لي حاجة. جون ماني. طب هو اسمه اصلا اسمه مصيبة سهلة. جون ماني ده جون جاي ماني. يعمل قرشين ويجري ويلبسنا في الحيط بقى إلى نهاية العالم. ماله بقى جون ماني ده؟ يخرب دكتور بيت أمه. دكتور جون ماني ده يا سيدي الفاضل، ده عالم اجتماع. كتب ورقة علمية بتقول إن الهوية الجنسية ديت هي تكوين اجتماعي ملوش يعني علاقة إيه؟ بالبيولوجية بتاعتك. إزاي يعني؟ ازاي بقى؟ هو قالك انك انت الولد ولد لان هو بيطلع هو طالع اتولد ولد، فالمجتمع بيبتدي يتعامل معاه على اساس ان هو ولد. فنتيجة ان المجتمع بيتعامل معاه على اساس ان هو ولد، بيبتدي يكون الكاركترستكس او المشخصات، الصفات. الصفات. الصفات الذكورية، وان أيوه البنت أيوه. بتتولد بنت. المجتمع بيبتدي بيتعامل معاها على ان هي بنت. مثال بسيط، مش عارف البنت هتجيب لها باربي ولا مش عارف ايه، والولد هتجيب له حصان وتلعب معاه في الشارع. فكده الواد هيطلع خشن ومش عارف ايه وذكر، والبنت هتطلع رقيقة وأنثى. ثانية واحدة. اتفضل. طب والعلم ما تدخلش في الموضوع ده؟ لازم نفرق ما بين الهارد ساينسز وما بين السوشيال ساينسز. انت لما بتعمل تجربة في الفيزياء او في الكيمياء او تقدر تقيس النتيجة بتاعتها في اللحظة اللي انت بتعمل فيها التجربة، انما دي هايبوثيسيس، دي نظرية. فهو الراجل كاتب ورقة علمية، بس العلم اللي هو بيتعامل فيه ده ما هوش هارد ساينس. فهو أما كاتب. طبقهاش، ما عملش تجارب عليها. ما انا جاي لك. فهو الراجل كتب الورقه ديت وابتدى يتكلم عن الورقه ديت في الافنيوز المختلفه، وطلع في التلفزيون يتكلم عن النظريه بتاعته. في نفس الوقت كان في اسره عندهم ولدين في امريكا. فالاسره دي ولد منهم كانوا بيطهروه، فحصل غلط في العمليه والدكتور بالخطأ يا لهوي، طاير الواد. طير طاير الولد. راح. يخرب، ده كفيف، ده كان ده طبيب كفيف ولا ايه؟ اه نهار اسود. بيبي صغير. فأهل الواد سمعوا دكتور جون ماني وهو بيتكلم عن التكوين الاجتماعي اللي بيكون الشخصية، الهوية الجنسية بتاعت الطفل. مم. فكلموه، اه قالوا له احنا عندنا الحالة دي، والواد عندنا راحت للأسف منه حاجاته. راحت منه العدة مش بتاعته. مش هيقدر يغني ويقول لهم شوفوا لا مؤاخذة حاجاتي. بصوا شوفوا حاجاتي، ما عندوش حاجاتي وريها لهم. اتفضل. فطبعا دولت جم لدكتور جون ماني على الطبطاب. طبعا. جوله تعالوا على بقى جرب الطبطاب. فيكو. تعالوا بقى. جرب فيكو. الراجل قال لك بس لانه هو جاله الفرصه الذهبيه ان هو جاله فار يثبت. التجارب على طبق من اي فضة. اسم الله عليك. جاله فار اسم الله التجارب جاهز. عليك. تعالى بقى. مم. فراح
واخد الاتنين، ما هو الاتنين مم. لازم مع بعض، ما هي لازم التجربة الاتنين مع واحد، بعض. هو ولدين زي بعض، لازم يبقوا اتنين نفس النوع. فقال لك بص بقى، طب احنا ايه واحد منهم انتوا هتلبسوه بنت وهتديله اسم بنت وهتطولوا شعره وهتتعاملوا معاه، والكل اللي حواليكوا هيتعاملوا معاه على اساس ان على هو انه بنت. بنت. وفضل معاهم بقى بتاع 15 سنة بيراقب وبيقعد مع الطفلين دولت وبيدرس التطور الاجتماعي بتاعهم في حياتهم الطبيعية. وكتب أكتر من ورقة بعد كده هوت، ورقة علمية بيتكلم فيها عن مدى نجاح التجربة. وده الأول بحث اللي اتبنت عليه فكرة الجندرية. الجندرية، لانه اتعمل كمان بفار تجارب. بس انا عندي تعقيب هنا مهم جدا جدا جدا. نرجع بقى للنقطة اللي انا كنت عايز اتكلم عليها بتاعت المخ، لان مخ البني ادم ده جهاز قوي جدا جدا. المخ بتاعك لما بيبقى فيه اعضاء بتتشال منه وتتحط فيه وبتاع، هو بيواكب العصر بتاع تركيبته بسرعة جدا. يعني لما بيتقطع لحد طرف رجل او ايد، المخ بيفهم على طول انه ما بقاش فيه، فبيموت الاعصاب. لما بيبقى الانبوت اللي داخله، المدخل اللي رايح للمخ انه ده بنت، هيبقى فيها افراز التستوستيرون قليل، عشان بيبقى مش عارف، ما فيش المقومات اللي تكفي لفرز الغدد دي، ومش فاهم قصدي. ما طبعا. ففي لعب، لان هو في لعب في الموضوع، لان هو اصلا ان الولد حصل له اللي حصل له ده من الاول. اعتقد ان النتيجه دي هتبقى مختلفه لو كان الولدين كانوا ما حصلش لواحد فيهم التجربه القاسيه الرهيبه اللي حصلت دي، وفضلوا الاتنين كده. بس جربنا ندي الواحد عرايس ونلبسه فستان، وواحد نلبسه بنطلون وقميص ونديله حصان وعربيات يلعب بيهم. اعتقد النتيجه هتبقى كانت مختلفه تماما. بس انت لان المخ فاهم انه في الاعضاء دي، وفاهم انه لازم يفرز الانواع دي من الحاجات عشان تكمل النمو. فاتك نقطة صغيرة جدا. ايوه، انت ما سألتنيش فين الواد والست دولت. انا اسف، راحوا فين الراجل والست دول بقى؟ الست هتقول لي انتحرت، مثلا شفت بقى. ما قلبت عشان راجل المخ بعد كده اهو. كمان. الست قلبت راجل. اوف، التجربة فشلت. التجربة فشلت التجربة اصلا يا اصلا معلم. فشلت. طيب، ما هو انا يبقى ده ياكد كلامي بغض النظر بقى، ده انا كنت بستبق الاحداث وانت ما كملتش. انا ما انا حبيت التجربة اعمل لك فشلت يا جماعة، سسبنس اصلا. وسبتني. انا ايوه، ده سبتك. هايل هايل. التجربة ده فشلت فشل هايل، ذريع. ذريع. ده كبر وكان متضايق وادرك ان هو ما وقلب هو راجل، مش، وكمان ورجع راجل انتحر تاني. لانه برضه ما نفعش. حتى لما رجع راجل، لانه مش نافع، لان هي الدنيا خربانه عشان هو ضحيه دكتور حلاق صح. فاهم. بالنسبة لي اللي ما بفهموش ازاي ان احنا في ظاهرة اجتماعية غير عادية بتحصل دلوقتي عايشين فيها، مبنية على تجربة فشلت اصلا ما هو ما حدش دريان بقى، ولا حد راح دور هم وقالوا خدوا لك اهو الورقة. في اثبات علمي وفي تجربه عمليه واقعيه حياتيه حصلت، وطلع كبر وبقى ست، فخلاص يبقى ينفع. ما كملوش بقى. فين ما بقى كانوش الباقي عايزين وحصل يكملوا. ايه؟ هم مش مش عايزين عايزين يكملوا. يكملوا. بالظبط، لان دي هتبوظ لهم الموضه اللي طالعه. فيا جماعه، هي ما تنفعش انه ما نقعدش نخرب في الحاجات كده. ما هو ده اللي انا بقوله، انه ما نخربش في الحاجه راحت في السكه دي خلاص، راحت لسبب. بس انا ما اعملش اي حاجه من عندي تدفع لهذا الاتجاه. هو ده اللي انا شايفه ومقتنع بيه. وادي يا سيدي اللي حصل. دكتور وادي يا جون سيدي ماني. جون ماني، جون فلوس ابن الله الجزمه. يخرب بيتك. صبح صبح يا صباح برنس. الفل يا معلم.